عشان كده انا جايه لك النهارده. انا عايزه اصلح كل اللي حصل. تصلحي ازاي يعني؟ مش فاهم. هترجعي لها رجليها تمشي عليها تاني؟ لا، بس عندي استعداد اعمل اي حاجه. ان شاء الله اروح لها واقول لها ان انا السبب، وان انا اللي كنت بجري ورا جوزك، وانه ياسر ملوش ذنب في اللي حصل. مش مصدقك. صدقني يا ياسر، صدق. وده ايه بقى ان شاء الله يعني؟ صحيتي فجأة الصبح لقيتي نفسك ملاك وجاية عايزة تساعديني مثلا؟ تقدر تقول ان انا فقت لما حطيت نفسي مكانها، ولقيت ان احنا ظلمناها وانها ملهاش ذنب في اي حاجه حصلت لها. ما كانش ينفع نفوق من بدري؟ اللي زينا يا ياسر ما بيفوقش غير بمصيبه. وانا يا ياسر حبيتك، انا حبيتك بجد. اكني مش قاعد بكلم ميراد، اكن اللي قاعده دي مش انتي. عشان انت اتعودت على مريضة الانانيه اللي لما بتحب حاجه بتاخدها من غير ما تراعي حد. عشان كده انا قررت ان انا اسمح لعاليه تشاركني فيك واستحمل وجودها في حياتنا. ها، قلت ايه يا ياسر؟ شفت قد ايه انا اتغيرت؟ صدقني يا ياسر، برجوعنا لبعض هتعرف ترجع لعاليه وتخليها مبسوطه. ها، قلت ايه؟ فهمني يا ياسر؟ فاهم ايه يا زباله يا حقيره انت؟ انت يا بنتي ما بتحسيش ولا ما عندكيش دم ولا شيطان ولا ايه؟ يعني انت رحتي خربتي بيت ودمرتي حياه واحده وشوهتيها وجايه كمان بتقولي لي هسمح لها ان هي تخش حياتنا؟ انت حقيره وزباله. انت اللي حقير اخلصي. بقول لك ايه؟ اقسم بالله العظيم يا ميراد لو شفتك عتبتي البيت ده تاني ولا كلمتيني في التليفون والله العظيم لاقتلك. يلا غوري. ماشي، انا هربيك. انا هوريك يا ياسر. بره. انا هربيك، انا هوريك. عارفة يا جليلة نفسي في ايه؟ نفسي الواد طه هيتجوز بنت حلال ويخلف عيال ويتنططوا حوالينا انا وانتي. طه؟ اشمعنى طه يعني؟ أول مرة ألاقيكي تتخيلي طه مش زين يا صالحة. صراحة أنا بمهد للموضوع اللي عايزة أفتحك فيه. خير يا صالحة؟ عاوزة أخد البت صفية الواد طه ولدي. ده يبقى أسعد يوم في حياتي إن طه يتجوز صفية، والد صالح وصالحة. شوف الولية اللي ما صدقت، وأنا اللي عمالة ألف وأدور ومعرفاش أخش لك في الموضوع كيف، وأنت يوم ما جيتيني قعدت تقولي لي ولدك ولدك ويبعد عن بناتي، حسستيني إني مخلفة شيطان. كانت لحظة الشيطان يا صالحة، والحمد لله رجع لعقله، وبعدين اللي فات مات يا صالحة. يو. طب إيه قولك لو قلت لك إنه والله مستكتر عليه البت صفية بنتك؟ ليه بتقولي كده يا صالحة؟ ده كفاية إنه تربتك وتربة الحاج صالح الله يرحمه. بجاملك يا ولية، ما جاملكيش. طب ايه رأيك ولدي طه ما فيش زيه اتنين، ولا البت صفية بنتك ما فيش حد في أخلاقها. آمين يا رب. طب ها، نبتدوا منين يا أم العروسة؟ أقول لك نبتدوا منين يا صالحة؟ الأصول ما تزعلش، البت بتطلب من بيتها، فلازم تيجوا تطلبوها من بيت فخر. أنا قلت ندردشوا مع بعض شوية لحد ما نيجوا ونطلبوها وناخدوا الموافقة وتطلب وتتشرط وكل طلباتها مجابة. واحنا بتوع الحاجات دي برضو يا صالحة؟ عيب الكلام ده احنا أهل، ده طه وصفية اخوات. اخوات ايه يا ولية مخبولة انت؟ اكده ما يجوزوش لبعض، دول ولاد عم. ماني عارفة، بس كنت بهزر معاكي من فرحتي. على خيرة الله. اخيرا وافقتي تشوفيني؟ فيروز انت عارفه كويس ان الموضوع ملوش علاقه بيكي، انا بس كان في كلام ما كنتش قادره ان انا اسمعه. طب بذمتك يا عاليه انت عارفه ان انا بتاعت الكلام ده؟ بالعكس بقى، انا جايه اقول لك كلام تاني خالص. جايه اقول لك ان ياسر ده حيوان وواطي ومش متربي وما يستاهلش ان انت تكملي معاه ساعه. انت بجد شايفه كده؟ انا شايفه كده واكتر من كده يا عاليه. طول عمرك حقانيه يا فيروز. بس بصراحه بقى عشان ابقى حقانيه قوي 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 لازم اقول لك ان هو متدمر ومتبهدل اليومين دول وحالته تصعب على الكافر. والاهم من ده كله يا عاليه انه بيحبك، بيحبك حب انا ما تخيلتش ان ياسر ممكن يحبه لحد في حياته. بعد ايه يا فيروز؟ بعد ما قضى عليا؟ عارفه في الحاله اللي هو فيها دلوقتي نفسه في ايه؟ انه يعوضك عن كل ده.
طب انتي شايفة اعمل ايه طيب؟ انا بقى شايفه ان انت تديه فرصه. اسف. طه، صفية أمانة في رقبتك، تراعي فيها ربنا، ترجعليش يوم زعلانة. يقدر يزعلها؟ وعزة جلالة الله علقوا من رجله في مروحة السقف. مروحة سقف ايه يا زين؟ اوعدك ان اختك في عيني. أنا ما أقدرش أطلب أكتر من كده يا أخوي. وانا عايز اطمنك على صفية. صفية تعيش معنا في البيت لان دي وصية الحاج صالح الله يرحمه. وانا مش هرضى لها بعيشها اقل من هوانم البيت، سواء مرتي او اختنا نادي. ما هو ده عشان يا زين، وأي حاجة غير كده أنا متكفل فيها بعون الله. الجوازة دي من اولها لاخرها عندي. وليه مش عندي أنا يا زين؟ لان انا كبير عيلة الجناوي. انت ناسي ان انا اكبر منك ب6 شهور؟ لما اموت بعد عمر طويل ابقى اشيل المرار الطفح ده كله لوحدي. موت ايه ومرار طافح ايه يا زين؟ هو احنا بنتكلموا في الجواز ولا يا ريتني ما جبتك معاي؟ والله يا أخوي واحد، عاوزين نفرح بيهم بس. ان شاء الله اعمل لك ليله ولا الف ليله وليله. يلا نقولوا مبروك. مبروك. نقرا الفاتحه. مبسوطة يا هند؟ يا عامر، مبسوطة بس أنا بصراحة مبسوطة قوي. أنا مش عارفة إزاي أنا كنت حارمة نفسي من الإحساس ده طول الوقت. عارف أنا حاسة يعني إن إحنا نعرف بعض من سنين، مش إن إحنا لسه متعرفين. أنا كنت عاوز أقولك على حاجة امبارح، بس خفت تفهميني غلط. لا تقدر تقولي دلوقتي، مش هفهمك غلط أكيد. أنتي أحلى واحدة شفتها في حياتي. بجد أنا متعلق بيكي جدا، ومش عارف أشوف حد غيرك. طيب تفتكر ده بقى اسمه إيه؟ ده اسم حب. أنا بحبك يا هند. مندوب السفارة يا ريس بعت فيديوهات لينا واحنا واقفين في الأرض السنة اللي فاتت بنطلع الآثار. عايز ايه؟ بيقول يا ريس لو ما دفعتوش اللي عليكم هينزلوها على النت. أنا طالع في الفيديوهات دي؟ سيادتك ومسعد بيه كمان. يدفع كل اللي طالبينه. طب ما تقابله الأول يا ريس، يمكن ينزل في المبلغ شوي. قلت ادفع كل اللي طالبينه، العربون والغرامة كمان. أوامرك يا كبير. شفت على نفسي 100 جبهة. ده طلب تحليل دي ان ايه المسعد والوالد المجني عليها لمعرفه النسب، وقف على امضه حضرتك بس. ملوش اي لازمه يا زين، حتى لو الولد ما طلعش ابنه القضيه لابسه. ده كفايه بس طلقات الطبنجه اللي استخرجوها من جثه القتيله، ودم القتيله اللي في عربيته، والطلقه اللي خرمت كرسي العربيه، ده غير عامل المزلقان اللي شاهد ضده. يعني كل الادله دي تقفل اي قضيه. يعني حتى لو الولد ما طلعش ابنه باذن الله هياخد اعدام. باذن الله. طب ولو قلت لك ان الطلب ده ليا انا؟ بلاش ليا، لله، عشان نثبت نسب الطفل الغلبان اللي ملوش ذنب ده. انا هوافق زين عشان عارف ان انت دايما بتعمل خير. طلب دي ان ايه؟ روح الله يبارك لك.